ازاي تعملي طبق الجلاش بطريقه سهله وبسيطه جدا ويطلع معاكي ناجح قوي. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. مقرمش جدا بشكل مش طبيعي. اول حاجه هنحضر لفه الجلاش بتاعتنا ونختار صينيه مناسبه ليها، هندهنها كويس جدا بالزبده وناخد طبقتين طبقتين ونظبطها بالشكل ده، وندهنها بين كل طبقتين وطبقتين برده بالزبده. تمام. الحشوه بتاعتنا عباره عن خضار، عباره عن فلفل الوان وزيتون شرايح وبقدونس وكمان موتزاريلا. تقدري طبعا تستبدلي الحشوه باي حاجه انت بتفضليها. عملتها معاكم قبل كده بحشوات كتير. هنخلص بقى كميه الجلاش بتاعتنا بنفس الطريقه بالظبط، بس اخر واحده بنتنيها لتحت علشان الشكل يكون لطيف بالطريقه دي. هنبدا ان احنا نقطعها بقى التقطيعه اللي تناسبنا. دخلتها في الفرن بقى، بس قبل ما ادخلها بدهنها كويس جدا بالزبده من على الوش ودخلها الفرن 10 دقائق قبل ما اسقيها التسقيه بتاعتها. تمام كده، ودي خطوه مهمه جدا على فكره. حضرت بقى بيضايه وكمان معلقه صغيره جدا من البيكنج باودر ورشه من الفلفل الاسود وكوبايه من الحليب، واسقيها بعد ما بتطلع من الفرن بعد 10 دقائق بالشكل ده. بتاخد اللون التحفه ده. هبتدي بقى اعيد عليها بالشكل ده. ريحتها خطيره تجنن يا جماعه، من احلى الحاجات اللي ممكن فعلا تجربوها، لا غنى عنها في اي عزومه. رمضان ما يحلاش من غير فعلا صينيه الجلاش. رمضان كريم، كل سنه وانتم طيبين. لو الفيديو عجبكم تنسوش لايك وشير. باي باي.